ولذلك الشيخ البنا مثلا لنصرة الدين ولتحقيق التمكين جاء بوسيلة وهي تكوين جماعة أينما لم يأتي غيره به، وقال إن الإسلام المنظم والذي يقاوم الباطل المنظم، فالباطل يرمينا عن قوس واحد. طب لماذا جاء الشيخ البنا بالجماعة مع أن فكرة الجماعة لم تكن موجودة؟ لأنه لم يحدث في تاريخ الإسلام قط أن أسقطت الخلافة أبدا. لم تسقط الخلافة في تاريخ الإسلام إلا 3 سنوات فقط، من سنة 656 للهجرة إلى سنة 659 للهجرة، وهي السنوات التي دخل فيها التتار بغداد وقتلوا الخليفة المستعصم وولديه ودمروا وفعلوا ما فعلوا في هذه السنوات فقط. فالمسلمون طوال عمرهم يعيشون في ظل جماعة المسلمين الأم الكبرى، يؤمهم إمام واحد ولهم نظام سياسي واحد يجمعهم، فليسوا في حاجة إلى جماعات منظمة كأنها بذلك تريد أن تنتزع لنفسها حق الجماعة الأم. لكن لما سقطت الخلافة وسقطت جماعة المسلمين الكبرى وتفرق الناس شذر مذر، رأى الشيخ رحمه الله أن تكوين جماعة صغرى نواة وبداية لتحقيق ولعودة الجماعة الكبرى. فهذه الجماعة الصغرى تعمل على عودة الجماعة الكبرى وعلى عز الإسلام والتمكين للدين إلى آخره. وهذه مجرد وسيلة لنصرة الدين، فلا يصح لأحد أن يقول في الوسائل إن هذه بدعة، كما سمعتها بأذني من أحدهم قال إن تكوين أي شيء منظم للدين بدعة لا يعرفها الإسلام. والغريب أن أحدهم كان يقول هذا في درس تابع لجماعة رسمية في الدولة تسمى عندنا بجماعة أنصار السنة، فكان يقول إن تكوين الجماعات المنظمة التي لها أمير بدعة. فكتبت إليه سؤالا وقلت له إذن أزيل اللافتة التي على هذا المسجد، إذ اللافتة مكتوب عليها جماعة أنصار السنة وهي جماعة منظمة ولها إمام لها أمير، فأنت في مسجد بدعة. صلى الله عليه سيدنا رسول الله. هذا شيء غريب جدا، كان شيئا غريبا. شيء غريب أن الناس ترى أن النظام بدعة، وأن التعاون على الحق وعلى البر والتقوى لنصرة الدين بدعة، وأن الفوضى هي الدين الحق ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن الإسلام قائم على فكرة التعاون. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة، والعلماء مختلفون هنا هل من تبعيضية أم بيانية، يعني الخطاب لمن؟ لأمة الإسلام كلها أم لمجموعة منها، لطائفة؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكلا الوجهين في التفسير جائز، ولا ينبغي أن يحجر أحد على أحد فيدعي الحكمة وفصل الخطاب، أن ما يقوله هو الحق المبين وأن ما يقوله غيره هو الضلال المبين. هذا لا يصح أبدا في التفسير ولا في الأحكام الفقهية، فيبقى كلا الوجهين محتملان. صلى الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت جماعة المسلمين شخص على جيوش المسلمين. نعم على جماعة. نعم. التأمير هنا ما أتوقع أن في خلاف. كان يؤمر في وجود الإمارة العامة والإمام الأعظم والرئيس المقدم وهو صلى الله عليه وسلم، لكنه وضع القواعد العامة للتعاون
والاجتماع، حتى لو كان ثلاثة في سفر، حتى لا يختلفوا. قال ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم إيه؟ أحدكم. فلا شك أنهم حينما يجتمعون ويكون لهم كبير يرجعون إليه ستكون أمورهم أحكم وأضبط. فما بالك لمن يريد أن يعيد الدين وأن يعيد التمكين وأن يعيد النصر وأن يعيد العصر الذهبي للإسلام؟ هل يمكن بجهود مشتتة متفرقة؟ هذا يعمل من هنا وهذا يعمل من هنا وحده، جهود يمكن أن تتعارض لا أن تتلاقى، وأن تتخالف لا أن تتآلف؟ لا يمكن لأمثال هؤلاء وإن كانوا صادقين وإن كانوا مخلصين أن يكون لهم جهد مؤثر يذكر في نصرة الدين. صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسبب هذه الحكمة، مع أنه لم يدعي العصمة لنفسه ولا لجماعته، ولم يقل أبدا نحن جماعة المسلمين، بل قال نحن جماعة من المسلمين، نحن جماعة من المسلمين تحاول إعادة جماعة المسلمين، تحاول أن يكون المسلمون جميعا تحت راية واحد وتحت إمام واحد. ونحن نريد أن نحكم لا أن نحكم، نريد أن نحكم بالدين لا أن نحكم نحن. هكذا كان يقول. حتى إن كثيرا من علماء عصره بسبب مقولاته وحركته ودعوته وفقهه عدوه مجدد الإسلام في القرن 14 الهجري. وممن عده كذلك شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، شهيد سيد قطب، الذي كتب عن عبقرية البناء عند حسن البنا، وسماه الأستاذ التلمساني القائد الملهم الموهوب. وكذلك قال عنه المودودي، وقال عنه الندوي في الهند العلامة الكبير، وقال عنه أساطين العلم والدعوة في الأرض، إنه هو الذي بعثه الله عز وجل في هذا القرن ليحيي الإسلام من جديد. صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن ما أتى به من وسائل وأنظمة ليس فوق النقد، ولا هو له صفة الخلود والاستمرار، فكل يؤخذ منه ويترك، ويجب أن ننظر كل فترة فيما خلفه من تراث فنبقي على النافع، ونترك ما تجاوزه الزمن أو اختلف فيه الاجتهاد أو تغيرت فيه عوائد الناس، فنحن ندور مع الحق ومع المصلحة حيث تدور الحق والمصلحة، ولا نتشبث بالتراث وبالقديم لمجرد أنه قديم، وإلا لقلنا كما قال القائلون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيدوا النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا يوجد مانع عقلي ولا شرعي من إعادة البحث في الوسائل وفي الأنظمة في ضوء المستجدات والمتغيرات العالمية والإقليمية، ولكل قطر في ذلك ظروف، ولكل مرحلة حكمها. والحركة للدين يعني مثلها مثل الفقه ومثل غيره من علوم الشريعة، لا تحيا ولا تنمو ولا تزدهر إلا بفكر المبدعين المجددين المجتهدين في كل عصر. كما أن الفقه له من يجدده، فكذلك الحركة لها من يجددها ويحيي شبابها ويحمس الناس لها حتى لا تذوي وتنكمش وتعقم. والمقلدون الجامدون هم سبب العقم في الفكر، إن صح أن نسمي ما لديهم فكرة. صلى على سيدنا رسول الله. زيد النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.